ليست العبرة فقط بالصلاة، فربما صلى العبد لكن الصلاة بلا روح. روح الصلاة الخشوع فيها، الطمأنينة بها. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي، فلما انتهى من صلاته قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع أنه سجد وركع وقام وأتى بالحركات، لكن النبي يقول له: فإنك لم تصلي. لما؟ ما كان يطمئن بأركان الصلاة، كان إذا سجد مطمئن، وإذا ركع مطمئن، وإذا رفع وقام مطمئن. من الذي يفلح؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين يخشعون في الصلاة هم المفلحون. من أراد الفلاح فليخشع في صلاته. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس خشوعا، وكان إذا بكى في الصلاة يبكي، نعم يبكي. وكان إذا بكى في الصلاة يخرج منه صوت كأزيز المرجل مثل القدر فيه ماء يغلي. صوت غليان الماء هذا صوت بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يبكون. أما أبو بكر فكان رجلا رقيقا، إذا قرأ الفاتحة في بداية الصلاة بكى. وكذا عمر بن الخطاب كان في وجهه خطان أسودان من البكاء. قرأ سورة يوسف حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان إماما بكى، فسمع نشيجه من وراء الصفوف. عثمان بكاء، قارئ للقرآن يبكي. وعلي رضي الله عنه الرجل النقي، الإمام التقي، الذي ما صلى صلاة إلا وخشع فيها. هكذا كان الصالحون يخشعون. سفيان الثوري كان من خشوعه في الصلاة لو رأيته وهو يصلي وهو خاشع لقلت سيموت الآن من شدة خشوعه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق